في الفترة دي بحاول اقلل شوية من النشويات وخصوصا العيش، وبدور على بدائل طعمها حلو ويتاكل، وده كان واحد من احلى البدائل اللي جربتها وعجبتني، قلت لازم اشاركه معاكم. ويلا نبدأ تاني وصفة من سلسلة وصفات صحية مش مملة. في الخلاط هنحتاج بيضاية واحدة عليها 100 جرام من الجبنة القريش ورشة من الفلفل الأسمر، والكمية دي تكفي ساندوتش واحد من الحجم اللي أنا عاملاه في الفيديو. هنضرب بقى الكلام ده كله كده في الخلاط، وممكن نخففهم بنقطتين من اللبن لو حسينا انه محتاج عشان يوصل في الاخر للقوام ده. عايزينه يوصل معانا القوام شبه قوام عجينة الكيكة. هنجيب بقى صينيه نحط فيها ورقه زبده وندهنها طبعا زيت، ونبدا بقى كده نصب الخليط ونشكله بالشكل اللي احنا عايزينه. هنا الصينيه كانت شكلها مستطيل فاضطريت اشكله بشكل مستطيل، وقررت ان انا اعمله في الاخر رول. ممكن تعملوه على شكل دايره، ممكن تعملوه باي شكل انتوا عايزينه. هندخله بقى على فرن حراره 200 لمده ربع ساعه، واول ما لونه من تحت يبدا يحمر نطفي عليه الفرن ونولع الشوايه لحد ما الوش كمان يحمر. هنطلعه بقى ومش هنيجي جنبه غير لما يبرد تماما، وبعدين نعامله معامله العيش. حطوا فيه اي حاجه انتوا عايزينها. انا هنا حطيت شويه مايونيز لايت وشريحه تركي، ممكن تحطوا فيه فراخ او بيض او جبنه عاديه. لفوه رول زي ما انا لفيته، او لفوه كده طبقوه زي الساندوتش العادي. عايزه اقول لكم ان رغم اني كنت عاملاه لنفسي الا ان بنتي عجبها جدا وطلبت مني اني اعمله لها في اللانش بوكس لما المدارس تدخل، فبجد لازم تجربوه واكيد هيعجبكم.